السلام عليكم. النهاردة كده هعمل معاكم بكاكين هتنفع معاكم في سندوتشات المدرسة، هتبقى تحفة. هتفتحيها بقى كده وتحشيها اي حشوة انتي حباها، بجد هتعجبكم جدا. تقدري كده تعملي منها كميات كبيرة وتشيليها في الفريزر، وقبل الاستخدام كده بتطلعيها على الرخامة تفك معاكي، او تدخليها كده الميكروويف هتبقى زي الصبحة بالظبط. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة في الطبق اللي انتوا شايفينه ده حطيت 1.5 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم كده 1.25 معلقة من الخميرة بمعلقة الاكل الكبيرة، وكمان 1.5 معلقة كده من الملح بمعلقة الشاي الصغيرة، ومعلقتين كبار كده من السكر. اقلبهم كويس كده لحد ما يختلطوا بالدقيق زي ما انتوا شايفين. هكون مجهزة بقى معايا هنا 3 كوبايات من اللبن، واللبن يكون دافي ما يكونش سخن خالص، علشان لو بقى سخن هيبوظ معانا الخميرة. هحطهم كده على الدقيق، وكمان معايا 1.25 كوباية من السمنة. هقلب المكونات دي كويس جدا بالمعلقة زي ما انتوا شايفين لحد العجينة ما تتلم معايا. بعد ما اقلب كده بالمعلقة هلاقي لسه فاضل دقيق كده ما تلمش معايا، هبدأ ازود شوية لبن كمان بالتدريج. احنا ضفنا في الاول كده 3 كوبايات، وجبت كمان كوباية يبقوا كده 4 كوبايات. الكوباية الرابعة بزودها كده بالتدريج علشان العجينة ما تطراش معايا. شلت بقى كده المعلقة خالص وهبدأ اعجن بايدي والت العجينة كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين كده بقية اللبن بزوده كده بالتدريج لحد العجينة ما تتلم معايا وتبقى ناعمة. بعد العجينة ما تتلم معايا وما يكونش فيه اي دقيق خالص، ببدأ احط بقى كده 3 معالق كبار من القشطة. ما عندكيش قشطة ممكن تزودي 3 معالق كبار كده من السمنة، وتبدأي بقى كده في الاخر تلت العجينة كويس جدا لحد كده ما تتشرب القشطة اللي احنا ضفناها. خلاص كده عجنت العجينة كويس جدا، هغطيها بقى كده واسيبها حوالي نص ساعة لحد ما تخمر معايا. خلاص كده بعد نص ساعة كانت العجينة بتاعتي خمرت بالشكل ده. هفضي بقى الخمر بتاعها كده وابدأ اقطع معايا العجينة كده واكورها. هغطي العجينة الاول بكيس كده علشان ما تنشفش معايا. هبدأ بقى كده اقطع معايا العجينة ويكون حجمها قد السفندي كده. هقطعها بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عجينة البكاكين تختلف عن عجينة العيش خالص. العيش برش كده تحته دقيق علشان ممكن يلزق معانا، اما البكاكين فما بتلزقش خالص علشان فيها نسبة سمنة كبيرة. حتى كمان لما اجي افرد البكاكين مش هحط تحتها دقيق خالص، عكس العيش بترشي كده رشة دقيق تحته علشان ما يلزقش معاكي. خلاص كده زي ما انتوا شايفين قطعت العجينة اللي عندي كلها بالشكل ده، كور بالشكل ده كده، وغطيتها كده بكيس علشان ما تنشفش، وعليها كمان الفوطة دي. هاخد واحدة بواحدة كده وابدأ افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عايزاها سمكها يكون تخين ولا رفيع، يعني تكون وسط كده علشان ما تطلعش معانا تخينة قوي ولا ناشفة قوي. وباخدها اتنيها كده زي ما انتوا شايفين، وابدأ كده بايدي بقى اضغط عليها علشان اقفل الحروف اللي انتوا شايفينها دي. هتجيبي بقى سكينة او القطاعة اللي انتوا شايفينها دي كده، وتبدأي تقطعيها كده من النص. هعمل معاكم كمان واحدة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما افردها بقى بتنيها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وتبداي بقى تضغطي عليها بصبعينك الاتنين اكنك بتقرصي كده، تضغطي عليها كده تروح مقفله معاكي. اقطعيها بقى بالشكل ده. لو ما عندكيش القطاعه دي ممكن تقطعيها عادي بالسكينه. جبت بقى كده صينيه وحطيت عليها كده قماشه ورصيت عليها كده البكاكين زي ما انتوا شايفين، وبتني بقى الحرف ده كده وبرص عليه تاني، وبكمل على بقيه القماشه عندي بتنيها وارجع احط رصه تانية. يعني برص كده البكاكين كلها فوق بعضها، بس بفصل ما بينهم كده بالقماشة زي ما انتوا شايفين علشان طبعا ما يلزقوش في بعض. خلاص كده انا خلصت كل الكمية اللي عندي. هغطيها كمان بفوطة كده علشان البكاكين عندي تبقى متدفية كويس وتخمر معايا بسرعة. هسيبهم كده حوالي ساعة او على حسب ما هيخمروا معاكي. اول ما تمسكيهم كده تلاقيهم تختخوا شوية كده، كده العجينة خمرت معاكي. هاخدهم بقى كده وعلى الفرن على طول، وبولع الفرن كده لحد ما يسخن معايا كويس. وبعد كده بهدي النار، بخلي النار من تحت شمعة ومن فوق كده النار بتبقى متوسطة زي ما انتوا شايفين. ببدأ بقى كده ارص البكاكين كلها في الفرن بالشكل ده. اللي تحمر معايا بقى كده وتاخد لون بطلعها، واللي لسه ما خدتش لون كده بقربها كده من النار علشان هي كمان تاخد لون احمر حلو.
خلاص كده بطلع اللي بتحمر معايا زي ما انتوا شايفين، وهحط بقى بقية الكمية اللي فاضلة معايا. خلاص كده اللي احمر طلعته بالشكل ده كده. هحط بقى بقية البكاكين معايا التانية ارصها برضو بالشكل ده. خلاص كده سويت كل البكاكين اللي عندي، وبجد طالعة حلوة جدا وواخدة لون حلو جدا. جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.